برجع لوضعك. قلت لي يعني الموضوع اللي فتحت لي اياه يعني في اكثر من علامه استفهام وعلامه تعجب لما تقول لي في شخص هو اللي ممكن انه ما في قرارته انه ما ياخذ نايف، بس في نفس الوقت نايف هزازي راس حربه، نايف هزازي مهاجم، نايف هزازي شغلته الرئيسيه في الملعب انه يسجل، نايف هزازي ما سجل الا هدف واحد، كيف تبي المدرب المنتخب يختاره؟ مو شرط. يمكن سامي الجابر يعني ونمسي على الكابتن القدير سامي الجابر، يمكن في سنة من السنوات أحرز 3 أهداف أو صحيح في موسم، وسامي الآن من اللعيبة اللي يعني ممجدين فيهم في السعودية، فهذا مو شرط يعني. لا انا ما اتكلم، مو شرط. انا ما اتكلم عن نايف هزازي كنايف هزازي كمهاجم، لكن اتكلم عن وضعيه نايف هزازي هالموسم. هالموسم ما سجل غير هدف، هالمرحله ما سجلت الا هدف. طيب تعال انت لما شفت النايف ما سجل الا هدف، نايف فين في كاس اسيا الان؟ كاس اسيا نايف كم سجل في كاس اسيا؟ كاس اسيا سهل يا جماعه؟ مو سهل ترى كاس اسيا. تعال انت يعني انا يمكن ماني موفق حاليا في الفتره هذه، يعني ما بقول لك ماني موفق، لا الحمد لله الله موفقني وان سجلت ولا ما سجلت انا راضي بقدر يعني مهما كان ونصيبي هذا، بالعكس. لكن ممكن الحظ يعني بيعاند نايف، ويعني الناس بتشوف اللي نايف بيقدمه الفتره اللي فاتت، يمكن قصرت بعض الاحيان، لكن والله ليس تقصير مني انا، ولكن يمكن الحظ يعني خذلني كثير. ولا انا عندي الحمد لله شيء كثير والكل عارف وناس كثيرين يعني واثقين في قدرات نايف، ونايف ان شاء الله راجع مهما كان. يعني هذا منتخب، انا ممكن اليوم يمكن ما سجلت ايه ممكن هالفتره ما يختارك، بس يعني انا كاعلامي اسال ريكارد اقول له ليش ما اخترت نايف هزازي؟ يقول لي كيف تبي نختار مهاجم سجل هدف واحد؟ مستحيل مدرب في العالم يقول لك الرد هذا، مستحيل. ما في مدرب في العالم يرد هذا الرد. شو تتوقع بيرد؟ لا ما اتوقع. لا اذا تعرف الاجابه، لان تقول مستحيل ان اي مدرب يرد يعني عليك هالرد. لا انا اقول لك، انا هذا الكلام خذها مني، يعني هذا مستحيل يجيك مدرب يقول لك لاعب ما سجل جول واحد وما اضم المنتخب. لان انا في النهايه مختار مهاجم شغلته الرئيسيه انه يسجل اهداف. اي اذا بختار مهاجم للحين مسجل هدف واحد، ممكن الناس حتى تلومه، مثل ما يلومونه عدم اختيار، لو اختارك بعد بيلومونه، بيقول انت كيف مختار مهاجم مسجل هدف واحد مثلا. لا بالعكس، والله اقول لك شيء، انا ممكن ما اسجل بس ممكن اصنع، مو شرط. ترى بعض الاحيان المهاجم اذا ما سجل اقل شيء يصنع في المباراه. بس في ناس دورهم الرئيسي صناعه الاهداف، انت دورك الرئيسي تسجيل. لا بس بعض الاحيان المهاجم الثاني يتحول لصانع لعب. انا غلطان استاذ محمود؟ لا بس مش صح، كلامك صح، بس مو بهي وظيفتك الرئيسيه. انا اتكلم يمكن الرجل يدور على رؤوس حربه، يدور. انا الان معليش، انا ما ابغى، انا والله ما الوم ريكارد لانه ما ضمني. انا كنت اتمنى حضوري في كاس الخليج، ولا الوم ريكارد لانه ما ضم نايف هزازي. ولكن فين المشكله بالضبط؟ المشكله انك ما خلاص. اذا انت بتشوف هذه مشكله، المشكله انك ما تسجل. لا انا اقول لك خذها مني، والله هذه ما هي مشكله في لاعب في كره القدم ان كان مهاجم. انا لما جيت اشبه توريس ما سجل وبيلعب اساسي. توريس في تشيلسي بيلعب، المدرب لسه واثق فيه يقول لك يلعب. ممكن حضوره ممكن يعني في تحركات للاعب بعض الاحيان تفيد اللاعبين الثانيين. ممكن ما سجل اليوم، انا عارف انه اللاعب لسه بيقدم شيء كثير. يعني ليش انا اخلي اللاعب يعني يفقد ثقته ويفقد داخل الملعب؟ يعني الثقه اللي بتكون معك داخل الملعب هذه ان فقدتها انا شخصيا هذه اكبر مشكله. فليش انت لما تضم نايف عشان ما سجل؟ فهذه كارثه. انه ما سجل هذه كارثه على اللاعب وكارثه على المدرب. انه كيف كارثه على المدرب نايف؟ انا اقول لك، انت الان لو جيت بتحاسبني على اهداف، تعال انا اقول لك يلا وريني في كاس اسيا ايش سوى نايف. انا ما انت دحين مو تبغى مني تقول لي ما سجلت. تعال لبدايه الموسم شوف نايف ايش سوى في كاس اسيا. بس الحين انا الفتره الاخيره اقول لا مو نايف هزازي في الفتره اللي انا بختاره للمنتخب. يا اخي نايف هزازي في مسابقه رئيسيه لي في المملكه ما سجل الا هدف واحد. انا كيف يعني؟ انا ما اعرف وجهه نظر المدرب شو، بس انا اقول لك وجهه نظري.
وجهه ممكن نظرك ممكن غلط. معلش انت بقى- وجهه نظرك اذا إيه؟ اللاعب عندك ما سجل انا خلاص ما أنا اضمه. كمهاجم إيه؟ انا ابي إذا ما مهاجم سجل ما يسجل، أضمه. ابي مهاجم يسجل نايف. لا حتلقى مهاجم يسجل، اذا يعني- اليوم ما سجل المهاجم ترى بيسجل في اي وقت. تسمح خذها لي مني. أبو. بس طولت وياه. لا ما عندك مشكله، انا طولت معي يمكن الموسم اللي فات او اللي قبله، طولت معي بس 9 أنت- مباريات ما بس سجلت، أنت- بس وبعدين أنت- رجع بس سجل أنت نايف. بثلاثه الاربعه. نايف، انت مش مقتنع في داخل نفسك ان مستواك متراجع؟ الا انا مقتنع، ايه انا مقتنع انه مستواي الفتره اللي فاتت متراجع، ولكن تعال انت شوف الظروف اللي نحن مرينا فيها، شوف الظروف هذا بالضبط. الكلام. ترى الظروف بعض الاحيان الظروف اللي بيمر عليها النادي ترى بتضغط اللاعبين، تنعكس على اللاعب. تنعكس تماما داخل الملعب. احنا كلاعبين يعني لنا يعني الجمهور يطالب بنايف، يطالب باللاعبين المتواجدين في نادي الاتحاد، نور، سعود، مبروك، اسامه، ايا كان في نادي الاتحاد. الجمهور بيطالب من هذول، لا اذا هذول ما ادوا خلاص النادي يعني يقول لك معناته المستوى حينزل اكثر. من اللي ممكن يؤدي بعدين؟ عرفت يعني يمكن في اسماء انا ما قلتها، لكن يمكن لهذا السبب اذا كان في ظروف اداريه يعني التشتيت اللي حاصل تماما الكل عارف اللي بيصير في نادي الاتحاد، ما ضرني انا بس، ترى ضر كثير من اللاعبين، مو نايف الزازة، ضر يمكن محمد نور، ضر حمد منتشر، ضر فلان، على كل خطأ الآن صار ينتقد اللاعب. أنت كيف تباني أعطيك كل ما عندي وأنت أصلا انتقدتني 100 مرة وأنا مضغوط إعلاميا، وأنا ما أبغى أبرر الآن لي ولا اللاعبين الاتحاد، لا بالعكس أنا اللي بقوله لك إنه بعض الأحيان ترى الضغوطات اللي بتحصل للاعب من خارج الملعب هذه ضغوطات بتنعكس سلبية تماما داخل الميدان. فهذا اللي حاصل الآن معايا ومع جميع لاعبين الاتحاد. يمكن مو أنا كمان اللي قلت، يمكن الأستاذ حمد البلوي طلع في آخر تصريح، كنيدة طلع في المؤتمر وتكلم قال نايف من أفضل المهاجمين في الخليج، وقال أنا ما قلت، الناس اللي بتقول وناس فاهمة يعني. الأستاذ حمد البلوي لما طلع قال ما يحتاج كنيدة لا. انك يقول نايف. طيب كنا أنا أقول لك. نعرف ان نايف هزازي واحد من أنت افضل المهاجمين بتتكلم في على الخليج. الفترة الأخيرة، أنا أكلمك الفترة الأخيرة. هذه مقتنعين فيها انك انت واحد من افضل المهاجمين موجودين في طيب الخليج. طيب يعني نايف ما سجل أقوم أنا بس أنزل نايف للأرض؟ لا بس مستواك في الفترة الأخيرة متراجع. طيب خلاص نايف متراجع مستوى، خلاص أصف نايف ما عاد ينضم لا منتخب ولا ممكن بعد كاس الخليج يضمك طيب أنا أقول لك ممكن أنا أنضم بعد كأس الخليج، أنا ما عندي أي مشكلة، أنا لو تبى تضمني بكرة بعده أنا أنضم، بالعكس ترى أنا لما أجي أحط اسمي ولا أجي ألعب في الملعب أنا ما بلعب عشان ريكارد ولا عشان فلان ولا علان، أنا ترى بلعب عشان الجمهور السعودي، عشان كيف أفرح ال20 مليون، ولا لما ألعب مع النادي كيف أفرح جمهوري. أنا هذا طموحي.